في شيء مهم ناس كتير مش فاهماه، محمد صلاح اسطوره، ايوه محبوب اكيد، بس في النهايه هو في اوروبا، المؤسسه اهم من اي نجم. بس دي الحقيقه اللي في ناس كتير مش فاهماها. بصوا يا جماعه، في ناس كتير هنا واخده موضوع محمد صلاح ومشكلته مع فريق نادي ليفربول بشكل عاطفي، بس الموضوع في اوروبا هنا مختلف تماما، مش زي ما احنا بنفكر. دوام الحال من المحال. ليفربول فريق كبير وكل حاجه، ومحمد صلاح لعيب في فريق ليفربول بياخد مرتب، اعلى مرتب تقريبا في الفريق، وبياخد الدعم الاعلامي. بس برضه نرجع ونقول ليفربول ده هو شركه، ومحمد صلاح ده موظف في الشركه او في مؤسسه. حتى لو انت محمد صلاح وبتاخد اعلى راتب وبتاخد دعم من الاعلام بتاع الشركه ديت، في الاول وفي الاخر لما يجي يختاروا بين المؤسسه او الشركه وبين حد زي محمد صلاح، هنا في اوروبا الموضوع مختلف. اكيد بيختاروا الشركه طبعا، اكيد بيختاروا المؤسسه طبعا. ففي مشكله محمد صلاح وليفربول، انا بقولها لكم من دلوقتي، خلاص تقريبا هو شبه فتحه محمد صلاح اتقرت، وتقريبا ممكن يمشي، لان كل الناس بتقول كده. وده الفكر بتاع الاوروبيين، اللي هو انت موظف عندي، هندعمك كاعلام وهنديك اعلى مرتب وهنخليك نجم الفريق الاول وهنخليك اسطوره، بس دوام الحال من المحال. لو دامت لغير محمد صلاح كانت دامت له، يعني لو كانت دامت لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، كانت دامت لمحمد صلاح، وكانت دامت لميسي مثلا مع برشلونه. بس هي دي الحياه، كل واحد بيفضل موظف في شركة لفترة معينة لحد ما يكبر في العمر ويبدأ ما يأديش بنفس النتيجة اللي كان بيأدي بها زمان. فالشركة بتيجي بعد كده تقول له شكرا، انت عملت كويس، انت كسبتنا فلوس، انت كسبتنا بطولات، وبتقول له مع السلامه. ده مش قله احترام، بس هو ده الواقع في اوروبا اللي في ناس كتير في الوطن العربي بتاعنا مش فاهمينه. فانا جاي اقول لك يا محمد يا صلاح، دوام الحال من المحال. فلو انت مثلا موظف في شركه ممكن تدي 100% والشركه تكسب من وراك، وممكن تاخد بطولات بسببك وتبقى اسطوره في الشركه، ولكن في الاول وفي الاخر انت موظف بتاخد مرتب على ده. انما لو انت كنت شغال لحسابك من الاول، فلما تيجي تكبر تلاقي لا، انا كنت بشتغل لحسابي، انا كنت بتعب لحسابي، او كنت بتعب لشركتي، فما فيش حد يقول لي مع السلامه. علشان كده انا واحد من الناس مش مع فكره ان ابقى موظف مع حد، لان مثلا بالمثل المصري كده او بالعاميه عندنا بيقول لك ايه، بياخدك لحمه ويرميك عظمه، فاهمني؟ فلو انت بقى كنت شغال لحسابك من الاول، والله تعبت فانت بتتعب لنفسك، ما تعبتش فانت برضه مش بتتعب لنفسك، فهي الحسبه كده. فلو انت موظف في شركه مثلا وعندك حلم وخايف تاخد المخاطره انك تروح تشتغل لحسابك، او انت مثلا موظف في مطعم وخايف تاخد المخاطره تروح تشتغل لحسابك او تفتح مشروع صغير على قدك، لا، توكل على الله. لاني ممكن في الاول الموضوع يبقى صعب، بس بعد شويه تلاقيك بقيت صاحب بيزنس، صاحب مشروع، مش موظف الشركه هتخليك تشتغل وتنجمك وتروقك وتديك اعلى مرتب. بس في الاول وفي الاخر لحد فتره معينه من حياتك، لما تبدا تكبر بقى وما تبقاش نفس الشخص اللي كان مثلا من 6-10 سنين فاتوا، فمثلا هتقول لك لا مع السلامه. انما انت موظف، يعني انت موظف عند نفسك، انت المدير بتاع نفسك، فالفلوس والمجهود اللي انت حطيته لنفسك، فانت كنت بتستثمر في بيزنسك. فمن الاحسن، انا قاعد بشوف كده مثلا من وجهه نظري ان انا اشتغل لحسابي. يا عم انا اللي يخليني اشتغل موظف عندك؟ انا مثلا اتعب ويطلع عين ام اللي جابوني، وانت تسوق بمرسيدس وتروح تتفسح مثلا في تايلاند، ولا تتفسح مثلا في امريكا اللاتينيه وتهيص وتتبسط، وانا موظف زي الترس اللي في الاله. ايوه نعم، في ناس مثلا ما عندهاش حته القياده ديت، او مثلا مش هيعرف يفتح بيزنس لنفسه. ومش بقول لك كل مثلا صنايعي شاطر في صنعته يعرف يبقى صاحب بيزنس شاطر. انا مش هضحك عليك، في الاول كان عنده مشكله ان انا مش عارف ادور البيزنس، مع ان انا صنايعي شاطر، بس مع الوقت اتعلمت. ايوه نعم، خسرت فلوس وعملت غلطات، بس في الاول وفي الاخر انت بتشتغل عند نفسك. يعني انا بكره ما فيش حد يجي يقول لي بقول لك يا معلم يلا مع السلامه احنا كده تمام، انت كنت الاول بتحلق لمثلا 20 زبون، النهارده انت بقيت تقدر بس تحلق ل 10، فاحنا عاوزين واحد شاب صغير يقدر يحلق لنا ال 20 زبون عشان نكسب نفس الفلوس او نكسب اكتر. لا يا عم، انا كده كده النهارده بحلق 20، بحلق 30، بحلق 1000، كده كده في الاول وفي الاخر انا بشتغل لنفسي، كله داخل جيبي. فلو انت بتشوفني وعندك نية تفتح البيزنس بتاعك، او انت موظف عند حد وعندك فكرة، توكل على الله ودوس. ممكن يبقى الموضوع صعب في الاول، بس ربنا ما بيضيعش دعاء بحد. لو شفتني لحد هنا ما تنساش تعمل لايك ومتابعة. السلام عليكم.